كان المفروض يطلع بخماسيه. الاهلي الشوط الاول النهارده بنشوف وسام ابو علي الحقيقه اول مره كده ان الاهلي يحس ان احنا عندنا الاهلي عنده مهاجم كده من فتره طويله. لا مهاجم يعني مهاجم تقيل. ولا وسام ابو علي مهاجم كبير يا جماعه، بيسجل الهدف وبيسجل ركله الجزاء والقطع. شوف التنفيذ النهارده كده بيحطها كده يعني، يعني زي توني كروس كده بيلعب ضربات جزاء، ميسي رونالدو. لا الراجل مهاجم كبير وسام ابو علي الحقيقه، تحطه ممكن يلعب هاف، ممكن يلعب تحت راس الحربه. لا مهاجم كبير يا جماعه. الشحات من افضل مباريات كتير للشحات النهارده، بيقدم اداء ولا اروع واداء ولا احلى، فيش اجمل من كده. الاهلي الحقيقه فايق ورايق. ما شفناش الشناوي خلال الشوط الاول الحقيقه. الداخليه قعد في نص ملعبه، كان المعتاد الفرق اللي تحت او في الفرق القاع الجدول بيقعدوا في نص ملعبهم، لو استقبلوا هدف بيفتحوا فبياخد الثاني والثالث بتتلفع خلاص. القصه كلها معروفه يعني. والاهلي بقى له ماتشين مش عارف ايه الحكايه مع الاربعات يا جماعه. ايه حكايه الاربعات؟